السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي الغاليين، زدت رجعت لكم مرة أخرى خاطر الفيديو تاع الصباح تاع اليوم قسمته على مرتين خاطر باش يجي طويل برشا، وحبيت نخلي تاع الصالة وحده، تاع الكوزينة وحده. ما بديتش الحق تاع ربي في الكوزينة، أما هذا قبل ما ندخل ننظف الصالة ونبدلها ديكورها وكل هذي لهنا نغسل في الماعون متاع البارح. خاطرني البارح صايمة الحق تاع ربي، أول نهار في الصيام تعبت برشا. ما نجمتش نغسل الماعون في الليل، بخلت عليه وشدتني هكا زواغيب، مع كنت تعبة كيف قلت لكم قبلها بنهار. نهار كامل محسوب عديناه في السبيطار ومشينا لتونس وكل شيء، هيك اللي تعبت برشا الحق وما نجمتش. المهم الصباح قبل ما نبدأ في الصالة دخلت نغسل في الماعونات. مازلت ما بديتش في الكوزينة الحق تاع ربي. قلت خلاها الكوزينة الساعة حتى نكمل الصيام. قدرة ربي النهارات ذوما هما الأيام البيض نورمالمو يكملوا نهار الاثنين. قلت خلاها تبقى الساعة الكوزينة ما ننظفهاش تو. هي كيف ما تعرفوا الكوزينة تحب معناتها باش ننظف الكوزينة لازمني نعمل برودويات، ولازمني نخلط مثلا باش نعمل جافيل وإلا فورس اكسبريس ولا حاجة هكا. وانا صايمة الحق ما نجمهمش نتخنق، وجربتها خاطر مرة انا صايمة واستعملت برودويات تخنقت وما نجمتش نتنفس، وصلت للسبيطار اصلا تلمو معناتها وقع لي كل تسمم كل اختناق، حالة اختناق ولا كيفاش. ما عدتش نعاودها من وقتها، شعفت العملة لن نعملها وانا صايمة نبدأ ننظف ونبدأ حصيله. قلت خلاها تبقى نكمل الساعة من الداخل، نكمل البيوت، نكمل الصالة، نريقلهم الكل، والكوزينة نخليها هي آخر حاجة. خاطر الكوزينة فيها برشا خدمة، لازمني فيها معناتها يحب لها نهار كامل وإلا نقسمها حتى على نهارين، ننظفها حتى بشوي على نهارين. خاطر فيها برشا كيف ما تعرفوا زيوت تاع الشتاء كامل، وبورتون معناتها هاني مرة معاها معناتها مرة نعمل هكا نتفقد تركينة، كل مرة نتفقد تركينة. أما لا، لازم بصراحة قبل رمضان لازم الواحد يعمل لك التنظيفة الباهية. خاطر بطبيعتها معناتها شهر رمضان شهر كامل الواحد باش يتلها صايم ويتلها في حاجات أخرى بار تطيب، وكل يتلها في عبادات وكل شيء. وكيف ما تعرفوا باش تجي فيها الجمعتين الأولى امتحانات وضغط وكل شيء، معناتها الواحد لازم نعمل برنامج ونبدأ فيها قبل مهم قبل نهارات هكاك من رمضان. مهم ذي اللي احنا كيف قلت لكم ذي معون تاع قبل تاع نهار الأربعاء. معناتها أنا بديت نهار الأربعاء الصيام. صمت أنا والبنات نهار الأربعاء. عملت كيف العادة، عملت شرب لسان عصفور وسلطة مشوية وبريك وذيك هو. ما عملتش يعني حاجة هكا ثانية ولا خاطر البنات ما حبوش ديجا، والله لا حبوا على الشرب ديجا. الليلة ما عملتش الشرب، خليت كان لي انا من شربة البارح. خاطر انا نحب الشربة كي نبدا صايمة، خليت كان لي انا وهما ما حبوش، قالوا لي نحبوا كان مقارونة كهو. وليت طيبت كان مقارونة وكعبة بريك وكهو، ما زدتش يعني حاجة كبيرة.
المفيد إنه الواحد صام والحق نهاير بيه اليوم، بالرغم إني تعبت فيه هكا في الصالة وكل شيء، أما لاباس الحمد لله لاباس الواحد. ديما ديما ربي سبحانه يعطيك القوة ويعطيك الدافع إنك تصوم ولاباس الحمد لله. هذا هو حصيل، وانا كيف قلت لكم قسمته على مرتين. هذه قبل ما ندخل الصلاة غسلت المعونات هذوما، وفي العشية بعد ما كملت عاد الصلاة نظمتها كلها ومسحت لها غبرتها وسيقتها كيف شفتوني. ان شاء الله يكون فيديو تغييرات الصلاة عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم فيديوهاتي يكونوا خفيف عليكم، ما نكونش رزين عليكم وما نكونش كثرت عليكم. هذا هو، ونقولكم اللي عندها تنظيفات تبدأ وما تضغطش على روحها، بشوي بشوي تو كل شيء يتقضى وكل شيء بقدرة ربي يتعدى، غير بركة نسيسوا رواحنا بشوي بشوي وكهو. وهذا هو البنات طلة خفافي، ان شاء الله ليلتكم زينة الناس الكل، وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لي الجامات والكومنتات المزيانة تاعكم. وكيف ما تعرفوا في العشية بما أنا صايمين طيبت، قلت لكم طيبت كان مقارون وزدت كعبات بريك، وهذا هو عشينا تاع النهار الثاني من الصيام. ان شاء الله ليلتكم زينة، وان شاء الله ونفضلوا نعمة من عند ربي يا ربي سبحانه. هذه خبز طابونة بعثته لي حماتي ربي فضله، وهذا هو، تصبحوا على خير.